واش اخويا اليوم واحد الفيديو مليح جديد. تفرجوا معنا في ردة الفعل ديال الجماهير المصرية بعد الفوز على منتخب استراليا. متنساوش ديروا واحد لايك وسبسكرايب. تفرجوا معنا في الفيديو. فضايح يعني يا ابويا ليه الفضايح بامان؟ احنا عارفين ان احنا بناخد باولمبيات كتير وبتاع، بس استر يا دولي. يعني راعي شعوري، ده انا بصور بالتيشيرت يا اخي، بس والله العظيم كلها برضه بلينات مستحقه، خلي بالك مستحقه. هم يعني يا جدعان مش معنى ان احنا كسبنا يبقى في ناس حقها يضيع. هيثم نزل عمل افضل اداء فردي لمنتخبنا في البطوله كلها لحد الان. حرام والله ما يلعبش، حرام ما يبتديش الماتش من اوله ويلعب ال 90 دقيقه كلهم كاملين يا جدعان. قسما بالله الواد عليه لمسه بفلوس، اللمسه بتاعته حرفيا بفلوس. حصل خير يعني الحمد لله، ويلا بينا نتفرج على ماتش الارجنتين والراس الاخضر. عل وعسى الارجنتين تكسب وتلعب الراس الاخضر. ألف مبروك للجمهورية العربية المصرية وشعب مصر كلهم. ألف مبروك من الكبسة شخصيا إلى الطعمية. ألف مبروك، ألف مبروك الفوز، ألف مبروك التأهل دور 16. تستاهلون. هي نبي عرب، نبي عرب، نبغى ناس نتكلم معهم نشكيلهم ياخذون حقنا. ألف مبروك. محمد هاني رسالتي لك، أنت يا أنك كاره إمام عاشور أو أنت عميل للفرنساوية. محمد هاني لو خليناه زيادة ممكن يعني بلغ عن مكان المقاومة، عادي يسلم سينا. عادي يسلم سينا وطبيعي. محمد هاني يرحم والديك، ركز، أنت هداف مصر التاريخي. هداف مصر التاريخي، بس بالعكس بغى توقف قلوبنا. كل ما سجل إمام عاشور رحت أنت سجلت في بابك. ليه؟ شو إمام عاشور مرت أبوك؟ خله نبي نفرح يا أخي، نبي نفرح. ألف مبروك. المباراة الجاية مع الأرجنتين لا تشيلون هم، عندنا الكتالوج حقهم فايزين عليهم 2-1. ترى سهلين أبدا. ميسي مرضو بسيط وسهل. بحط لكم رقم البليهي، دقوا عليه ترى وقفه البليهي. تخيل وقف ميسي، مو بالمستوى وبالأداء، لا بالألفاظ. سهل جدا. فإن شاء الله بإذن الله نشوفكم قدام دور 8 دور الأربعة، إن شاء الله توصلون النهائي يا رب العالمين. أتمنى أن النهائي يكون مغرب ومصر، صعبة شوي صح، بس إن شاء الله. الأرجنتين سهلة، دقوا علينا نعطيكم الخطة، لا تشيلون هم. ألف مبروك للشعب المصري، يستاهل. 1000 تريليون مبروك. كل ما اشوف كاس العالم واشوف المنتخبات العربيه كيف مبدعه، والشعوب العربيه ذولي متاهلين مبسوطين، واتذكر سوادكم وسواد وجيهكم يضيق صدري. وش عذركم؟ كان اليوم لعبتم على الارجنتين بدل الراس الاخضر، كان انتم اللي تلعبون اليوم. اطلعوا اليوم ونقول على الاقل تاهلنا. سود الله وجه الماني بقايل، نقول الله يهديكم وجيه ودره ما ودي اشوفها. خليتونا نأجز بدري في كاس العالم، كنا في ثالثة ابتدائي. حسبي الله على الظالم. وش عذركم؟ منتخبات أقل مننا إمكانيات ولا هو بتقليلا فيهم اللي يستاهلون. مبروك وفرحانين لهم ونشجعهم. احنا ما خلينا منتخب عربي ما شجعناه بسببكم. أقل مننا إمكانيات، وهذا شيء شهادة لهم، هذا يزيدهم. شوف سوف منتخب يلعبون بروح بقلب، انتوا لا روح ولا قلب لا مشاعر لا ضمير. انتوا ايش؟ انتوا حجر في الملعب. انتوا قسوة تمشي على المستطيل الأخضر. وجيهم ما أبغى أشوفه. أنعل كل ما أسمع أغنية شاكيرا وأسمع المقدمة حقت كاس العالم أتذكركم يضيق صدري. ودي أجمعكم في غرفة كلكم وأرنكم إلين خلاص. مصر شوف كيف يلعبون بروح، شوف يدلعون لعيبتهم وفي الملعب رجال يدلعونهم. محمود تريزيجيت النني لاعب ايش كبره يلعب باس يسمونه النني، واحنا عاملين حساب ما غير نديكم ابو فلان وابو فلان. كنا معذبنا، كنا قالطين عندك على العشاء، ولا عشاء ولا نقاط ولا تأهل ولا. بس انت والله يهديكم، ليتنا ناديناكم حمو بيكا وذي الاشياء كان على الاقل يمكن تفلحون. رعد الوجيه. بالله عليك
بالله عليك بالله عليك نسندل يا جدعان، يا جدعان نسندل يا جدعان، والنبي والنبي خلاص بقى على الحلم فسوى فسوى. طب مش عارف اقول لك يا رب ربيعه. طب ما حاسبينه عليهم، طيب حاسبينه، ادعوا عليهم، ادعوا يا رب النظر فوق يضيع، يا رب النظر عندهم كده. في حل، ما تخليهمش يعملوا عرضيه اصلا، يعني من هناك بقى من على الجناب ما تخليهمش يعملوا عرضيه. استرها علينا يا رب، تمها على خير وبالستر يا رب. ما تخش يا بنت الكلاب، ما تخش يا بنت الجزمه، خشي خشي. عمر مرموش، محمد هاني، لا انتوا الاتنين بس. احنا لو خسرنا الماتش ده ترجعوش معاهم، ترجعوش معاهم، اشتغلوا بقى يعني، شوفوا لكم شغلانه بقى، اقفوا على عربيه كبده هناك في واشنطن ولا في اي حته. انا بقول لكم هيعجنونا في الاشواط الاضافيه يا جدع. احنا بدنيا بنموت وهم بدنيا مفيش، بهايم بنلعب بهايم احنا. ايا كانت النتيجه انا فخور بالكابتن حسام حسن، فخور بالكابتن حسام حسن اللي اخر 10 دقائق في المباراه بيهاجم استراليا وعايز يكسب والكره معنداه ومش راضيه تخش. انا فخور بيك يا باشا ايا كانت النتيجه. مصر في دور ال 16، مصر مكمله في كاس العالم، مصر قاعدين لكم قاعدين. ولا ميسي غير هدومك وتعالى، ما تجيش، انا بهزر انا بهزر يا جدعان. يا جدعان انا بحب البلد دي قوي يا جدعان، يا جدعان. والله وعملوها الرجاله. مصر الى دور ال 16 بروح الرجال بعزم الرجال. مباراة صعبة، مباراة تحبس الانفاس، مباراة السيناريو فيها مقلق. انا عشت بقلق 120 دقيقة مع البلنتيات. من هنا مصر الى دور ال 16. الله يوفق المنتخب المصري يا رب ونشوفه في ابعد دور. هاتوا ميسي، هاتوا جيبوا ميسي، هاتوا. ما عليكم من الذباب والناس اللي تتكلم، صدقوني احنا معاكم قلبا وقالبا. اللهم لك الحمد. ألف 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 مبروك لكل مصري ولكل عربي. هذا إنجاز نفخر فيه جميعا. يعني أقسم بالله تعبت في المباراة أكثر من محمد صلاح يمكن. عموما بعيدا عن صعوبة المباراة، بعيدا عن أي شيء حصل، القادم أفضل وأحسن بحول الله. والمباراة هذه من المفترض أنهم يكتسبون من بعدها ثقة عالية جدا. لا تنسون فولو حساباتي في البداية دائما متواجد في الأصفر. تعالوا علمونا ايش رايكم بالكومنتات. إمام عاشور، حسام عبد المجيد من أجل مصر وتاريخ مصر الحبيبة. يلا يا حسام فرح 100 مليون مصري. التاريخ يكتب، مصر إلى الدور ال 16 تنتظر الأرجنتين يا حسام. يا عبد المجيد في الظهور الأول تاريخيا. تحيا مصر، تحيا مصر، مصر الحبيبة اليوم تحتفل يا حسام من أجل مصر وتاريخ مصر. المنتخب العربي المصري يعبر، فعلوها الرجالة، فعلوها. مبروك مبروك يا فراعنة. عاجل يا اخوان، فعلوها الرجالة. تحيا مصر، ألف ألف مبروك لمنتخب مصر. منتخب مصر كبير من كبار أفريقيا، لم يتأهل طوال تاريخه ولم ينتصر اليوم. يعزم نيوزيلندا، يتعادل مع بلجيكا، مع إيران، يقصي أستراليا، يتأهل الدور 32 ويتأهل الدور 16 ويقول أهلا بيك يا ميسي تعال. والله فعلوها الرجالة. ألف مبروك لأم الدنيا، مبروك لمصر الحبيبة. نعم، منتخب إفريقي عربي آخر مع المغاربة يكتب التاريخ. إلى أين؟ إلى ملاقاة أبناء التانك. ولا تقول لي ميسي ولا تقول لي الارجنتين. الفراعنه لدور ال 16 يا بني ادمين. احنا الفراعنه يا جدعان، احنا 8 افريقيا. ولا يفرق بقى معانا ميسي ولا كيليان امبابي. مصر عليها على كاس العالم يا جدعان. اقسم بالله انا ما مصدق عليا، انا عايز حد يفوقني. هو ده حلم ولا علم يا جدعان؟ بقول لك يا عميد اقسم بالله انت اركان حرب مش عميد حسام حسن باشا مصر حرفيا. هي دي الجرينتا وهي دي الروح وهي ده الاصرار. ولا تقولي بقى لعيبه مولوده في اوروبا ولا متجنسين. منتخب مصر المحليين بدور ال 16 في كاس العالم. هات لي منتخب كده يا صديقي عربي ولا افريقي كل لعيبته مولوده في مصر عملت انجاز زي اللي بتعمله مصر دلوقتي ويجي يكلمني بعدين. بعيدا بقى عن التكتيك والحليات، هو ده الاهم يا صديقي، ان انت تصعد لدور ال 16. احنا عمرنا ما عملنا كده يا جدعان. فمليون مبروك يا صديقي لكل الشعب المصري وكل الشعوب اللي بتحب الشعب المصري. لا عزال الحاقدين وحط لها قطره وسيبها فتره.
تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. ألف مبروك للمنتخب المصري، ألف مبروك لعشاق الكرة المصرية والتأهل المستحق إلى دور ال16. المنتخب المصري المفروض خلصها من بداية الدقائق، من الشوط الأول المفروض خلصت على الفرص الضائعة واللي كانت متاحة، وبداية الشوط الثاني أضاعوا عدة فرص. المنتخب الأسترالي أنتوا جايين بس فقط صفوا دفاع، يعني في كل المباراة ولا فرصة خطيرة على مرمى مصر، تسديدة واحدة سجلتوا هدف، هي فرصة يعني كرة عرضية فقط. لكن بالنهاية ألف مبروك لعشاق المنتخب المصري، بتستحقوا الوصول وبتستحقوا التأهل. تطور كبير جدا للمنتخب المصري في هذه البطولة للأمانة، ما زال يقنع. أنا عندي عتب شوي على الكابتن مرموش، لحد الآن إحنا بندور على المهاجم الكابتن عمر مرموش، لحد الآن لم يظهر كما يحبه وكما يريد عشاقه. في نفس الوقت الكابتن إمام عاشور تألق مستمر. إيش يا رجل، إيش يا رجل، يا رجل أنت اللي عملته في هذه المباراة مش طبيعي. يا رجل أنت أكثر لاعب تم عرقلته في هذه المباراة، أكثر لاعب تم عرقلته، أنت المشاكس، أنت الفتى المصري اللي بيدوروا عليه المحبين. يا رجل ما هذا يا رجل. خلينا نتحدث شوي عن رامي ربيعة. كابتن محمد صلاح صنع 5 فرص، وللأمانة كان يستحق أنه يسجل هدف. وصلوا كثير، حارس المنتخب الأسترالي ما كان الحارس السهل، ولكن الحمد لله المجهود هذا ما ضاع، ونعموا في البلنتيات وضيعوا البلنتيات وتأهل المنتخب المصري. المباراة المقبلة بالتأكيد ستكون مع منتخب أصعب، ولكن إنجاز كبير يحسب للكرة المصرية، إنجاز يذكر على هذا التأهل والاستحقاق. والحمد لله إحنا شايفين المنتخب المصري مستمر ويعوض خيبتنا في منتخب الجزائر. ألف مبروك للشعب المصري. سلام. هاتوا ميسي صلاح فايق، هاتوا ميسي صلاح موجود، هاتوا ميسي صلاح واثق في نفسه. صلاح صعدنا دور ال 16، صعدنا يا ولاد الكلب. رجل اللقاء النهارده قلت هو بيعملها نفسيه، مش هيفرق في حاجه، مش هيفرق. احنا عندنا لعيبه بتعرف تلعب ضربات جزاء، احنا عندنا لعيبه بتعرف تلعب، عندنا لعيبه تستاهل تتاهل، ولا حارس ولا غيره، ولا حارس ولا غيره كسرنا عيله. لا 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 بقول لك ايه، بقول لا 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 لا. والله العظيم اول ما دخل الشوط الاخيره كنت عارف الفحل الزملكاوي، والله العظيم عارف، اقسم بالله من اكتر اللعيبه اللي واثقه في نفسها في ضربات الجزاء، والله العظيم وانا عارف اول ما دخل يشوطها. بره يا اولاد 60 كلب، بره يا انجاز. رب احنا غلابه. الاستراليين دول عندهم كل حاجه في الدنيا، عندهم حاجات كتير قوي تفرحوا، ده عندهم كفايه البقر نيوزيلندا، لكن احنا بنفرح قوي لما منتخب مصر ده يكسب. رب انت داري وعالم بكل حاجه. يا رب نكسب النهارده ونلعب الارجنتين، حتى لا بلاش الارجنتين، كاب فيردي ماشي. يا رب نعدي النهارده، احنا غلابه قوي. وامانه يا دنيا خدينا للفرحه خدينا. انا هبدا بنفسي، انا راجل فقري مش هتفرج عشان مصلحه مصر، كل ما اشجع فريق يخسر، بس مش قادر، دي مصر. ولع الدنيا. العيال طويله قوي. لا يا حبيبي مش بالطول، بالمفعول. ده طلع بالطول فعلا. ايه يا لهوي، الواد لطش كرة على الجون بالعرض كده. الفاول ده مصر هتجيبه، بص مباشر اهو، مباشر اهو جول. يا نهار اسود، دي جت يا جدعان، مش انا والله، لا 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 لا. مهم ابننا اللي كان مش مهم يا عم، مش مهم. اهلاوي بس بحبك من قلبي، عايز ابوسه والله. لا لا زي اخويا. امام عاشور جاي لك يا بعزه فوق. انت عارف يا زيكو، عليا النعمه انا هسامحك عشان حاجه واحده بس، هي طلعت اوفسايد. عليا النعمه كنت هلعبها لكم هنا، دي تضيع. ماشي يا زيكو، وما ينفعش في الكول بريك نقفل الماتش كفايه كده، هنكمل خطر. دي تعليمات خلصت خلاص. اوعى منتخب مصر اوعى. امام عاشور هيرجع بكاس العالم يقول لك اكتبوا لي النادي باسمي، خلص. جرايه مرموش بالحب جاني هجيب جول ايه؟ يا عيني محمد هاني نط بس مع العيال بتوع استراليا، اتعور دماغه جت في باطه اتصاب. استراليا جاب الجون. لا ايه الحزن ده؟ مش تسلل مش اي حاجه، ده محمد هاني اللي جابها في نفسه. بصرف النظر الراجل ده عامل ماتش عالمي. ماشي يا محمد هاني، برافو عليك. هيثم حسن لسه نازل، وانا بقول هيثم حسن اللي هيجيب الجول. انا واثق في اللعيب ده قوي من الاول. واتفرجوا المنتخب المصري وقع بدنيا، دول بيعملوا تبديلات، انتوا ناقصين تبديلات. جدع والله الواد فاقد الامل ونام، والله انت نسيت الكرباج. ما هيثم حسن ده تقعده دكه، بطني وجعاني. ايه اخر 5 دقائق دي؟ ايه ده؟ مين المنتخب ده؟ رامي ربيعه كان هيجيب، هيثم حسن كان هيجيب، حرام عليك. فين ده من اول الماتش؟ لازم تتزنق في الحيطه. كنا هنكسب والله، المنتخب كان ممكن يكسب 2 و3، وبدام بتضيع حاسب. كرتون سيمسون توقع نتيجه 1-1 للمباراه ما بين مصر واستراليا، وتوقع ان مصر هي اللي هتكسب يا جدعان ضربات الجزاء. فربنا يستر بقى والفرحه دي ما تطلعش على العبط. مصر في دور ال 16 في كاس العالم، يا رب ميسي يكسب بقى عشان يجل، ولو ميسي كسب سيبك من ميسي، امسكوا محمد هاني. عصابي والله باظت فيا. المصريين كانوا يستاهلوا الفرحه، مبروك للمصريين. مبروك للطعميات الفوز بالشوط الاول، لكن كل الثقة في حبايبنا في استراليا. نعم الريمونتادا قادمة، عندي ثقة في المنتخب اللي ربح تركيا، عندي ثقة في استراليا حبايبنا اليوم فهم ريمونتادا. بعدها يا فرعون راح يجيك الدور. استراليا ماركت، استراليا ماركت.
حمدوا لله يا ربي. قلت لكم هذه استراليا مش نيوزيلندا يا فرعون. باذن الله الليله يفرحونا، باذن الله الليله يتأهلوا احتفالات للصباح. الحمد لله. خروج السنغال، خروج مصر، حبايبنا في استراليا فعلوها، حبايبنا في استراليا جابوا التعادل والريمونتادا قادمه باذن الله. الليله احتفالات، الليله احتفالات. منتخب مصر الى دور ال16. منتخب مصر بيصعد عشان يواجه الارجنتين، والسؤال هنا يا مصر بتعمليها ازاي؟ ازاي يا مصر؟ ازاي اتأهلت؟ انا نقول لك يا فرعون ما زالك هدف واحد وتتأهل، لكن لن تقابل ميسي بل تتأهل رسميا وتقابل السنغال على المطار. الله يا مصر الله. الحمد لله قالت معانا المجد للفقراء، ربنا بيحبنا. حرام خلاص السلعوة المصري خطفت الكونغر الاسترالي، حرام عليكم. اخيرا يا مصر طلعنا دور ال16 في كاس العالم. عليا النعمه نحسبها للجلده ب2 افريقيا. فوقوا يا ولاد، افرح يا مصر واذبحي. بكره مصر اذبحوا 100 عجل كده عشان ربنا يكرمنا في اللي جاي. وجايين لك يا ميسي، اسخن يا ديبول. عندنا الدنيا، عندنا لعيبه رجاله، عندنا عيال بتقرقش الزلط. ده احنا انتوا شفتوا استراليا؟ شفتوا الواد المدافع؟ انتوا مش عارفين هاري سوتر؟ حرام عليكم. مصر كانت بتلعب المونوريل النهارده، بنلعب الواد هاري سوتر طويل فوق وتحت. الله يخرب بيتك، منك لله. انت ايه هلا؟ انت ايه ده؟ انت اطول من الايام الحزينه، منك لله. حرام عليك يا اخي، ده انت قد طريق وادي النطرون. الواد واقف قدام الجون شايل له كل حاجه. العيال نمسك بعضنا. فوق يا كابتن حسام يا حسن يا عبيد يا جميل. خلاص انا هكتب لك، والكابتن حسام بقى لواء، بقى الدنيا كلها حس. فوق يا مصريين، كسبنا عشان في رجاله، في لعيبه. اي نعم كان في شويه غلطات لكن مش مهم. محمد هاني برضو جاب جولين فينا لكن مش مهم. معلش يا هاني، محمد هاني بعد الوقعه فقد الذاكره. ده الواد لولا بس رامي ربيع قال له فوق احنا ما بنلعبش في الكليه الحربيه. فوق الدنيا قامت. معلش يا هاني، ربنا بيحبك يا هاني، ربنا بيحبك يا ابني. عشان لو كنا اتغلبنا كنت ممكن ترجع مشي ولا مش عارفين هنرجعك ازاي. ومش كل ماتش وانت مرموش فوق معانا بقى مرموش. حرام عليك. نفسي اقول المجد للمعادي، حتى المعادي يوم ما تجيب لعيب كوره كنا ارتحنا يا مرموش. ايه اللي خلاك تتجوز؟ كنت تتجوز بعد البطوله. كنا جبنا الكوره، محمد صلاح مدالك بيقول لك هات جون. مش كده يا مرموش؟ انت قرفان مننا، ما كلها بتحط مزيل عرق والدنيا. تريزيجيه نزل قلب الدنيا، والواد هيثم حسن اصحى للكركديه الاسواني. هيثم حسن قوم يا مصر. اهلا بعز حبايب. وصلنا دور ال16. يعني اي حد هيقعد يتكلم ويقول لك اصل حسام حسن ما عندوش. امال مين اللي عنده؟ قاعد وامام عاشور واقف. الواد امام بطل العيال، بسم الله ما شاء الله. العيال بتاعت استراليا. لا يا جماعه ده انا عارف اللحم الاسترالي ده، انا عارف. لكن فوقي يا مصر وافرحي. فوقي عشان ربنا كرمنا. وحسام عبد المجيد دخلت التاريخ يا حسام عبد المجيد. انا كنت عارف الواد هيكتم ده هيضيعها، اللي هربان من درس الكيمياء. والواد ابو شنب ده اللي عندهم اللي جابها فينا جول، الواد ده شغال في المرور الاسترالي. لكن مصر قالت كلمتها، وي ار ان ايجيبت. خلاص فوق يا مصر وكله هيجي المتحف. سلام عليكم. بنلعبها دايما على اليمين، ما انت معك 3 فرص. هاي اول شيء اللي بعدها هي دي ان شاء الله. بسم الله. مبروك. بسم الله.
الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. الحمد لله. اشرب شويه ميه، اشرب شويه ميه. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. تعالى يا عم مصطفى. انت معايا من اول الرحله يا عم مصطفى والله. والله وشك حلو عليا وعلى منتخب مصر يا عم مصطفى. والله العظيم ربنا كرمنا. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. الف مبروك. الف مبروك. لا اله الا الله. لا اله الا الله. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. لا اله الا الله. لا اله الا الله. لا اله الا الله. يا ساتر. لا اله الا الله. الحمد لله رب العالمين. احمدك واشكر فضلك يا رب. 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 الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. مصر في دور ال 16 في كاس العالم. الحمد لله رب العالمين. كانت ولاده متعثره، يعني كانت ولاده يا رب يا رب يا رب يا رب الدنيا كلها تفرح الفرحه اللي انا فرحانها دلوقتي. يا رب يا رب يا رب الدنيا كلها تفرح الفرحه اللي انا فرحانها والله. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. اخد نفسي بس ونطلع لايف. حاضر اخد نفسي. هذه النهاية ديال الفيديو ديالنا، متنساوش ديروا واحد لايك وسبسكرايب. نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.